عشان رمضان يبقى خفيف عملت اكل كده خفيف خفيف، مناسب للدايت، مناسب لاكل هيلسي، مناسب لرمضان، مناسب لبعد رمضان، لاي وقت. شوحت صدور فراخ بانيه، عايزه حجمها يبقى اكبر براحتك، في معلقه زبده ومعلقه زيت. ما حطيتش عليهم غير ملح وفلفل اسود بس. طبعا شوحتها على جنبين لغايه ما اخدت اللون الجولدن ده. بعد كده في نفس الطاسه هنزل بخضار، اي نوع خضار انتوا عايزينه من غير ما تزودوا اي ماده دهنيه تاني. انا حطيت جزر وكوسه واستنيتهم لغايه لما دبلوا كده وحسيت ان هم استووا. ممكن تكتفوا بكده بس انا حبيت سبايس اب. عصرت ليمونتين ونزلتهم على نفس الطاسه من غير برضو اي ماده دهنيه، وفضلت اقلب فيهم لغايه لما حسيت ان عصير الليمون ده ابتدى يتقل. نزلت بمعلقه زبده، خلي بالكم هي باينه في الفيديو كبيره بس هي صغيره علشان هو المفروض الصوص يتقل بيها. اول ما تتقل بقى هنحط برضو معلقه مستردة ومعلقه عسل. خلي بالكوا الصوص ده فيه لذعة ليمون قوية بس بتدي طعم حلو قوي للأكل، ولكن لو مش بتحبوا اللذعة تبقى قوية ممكن تزودوا عسل وتقللوا ليمون. وفي الطبق بتاعي حطيت رز أبيض مفلفل، عامله لكم فيديو تاني بقول لكم بيتعمل ازاي. وحطيت البروتين اللي احنا عملناه وحطيت الخضر اللي احنا عملناه. انا اكتشفت انه بجد لما بنظم كمان الطبق بتاعي بشكل مختلف بحس ان انا جعانه للاكل اللي انا عاملاه، حتى لو هو هيلسي او خفيف، ما فيهوش دهون كتير زي احنا متعودين، ما فيهوش طعم كبير زي ما احنا متعودين، ولكن صدقوني الاكل ده من غير حتى صوص الليمون طعمه حلو قوي. يعني حتى كمان الطريقه المختلفه اللي انا ابتديت اعمل بيها الاكل الهيلسي بتاعي حببتني فيها اكتر. اعملوا فولو بقى عشان مور اوف خفيف خفيف.